الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره. النوافل التي لا أسباب فلا تكره. اجينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، عارض لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية، لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد جماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذن يدخل استثناء أخير، وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخلوا تقييد ولا دخلوا تخصيص. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث. وإياك